لم يشكل في تاريخ الصومال 40 سنة بسبب أن تغير المناخ العالمي الذي سبب أن 4 مواسم أمطار لم تنزل في الصومال، الموسم الخامس لم ينبئ بخير كثير. فهذه سبب أنه تأثر الإنفاق أكثر من 7 مليون صومالي، 5 مليون منهم في حالة الطوارئ، بما في ذلك أنه تقريبا مليون صومالي نزحوا من بيوتهم، ولكنهم لأنهم كانوا مساعدين وأصحاب المراعي والمواشي فاضطروا أن ينزلوا إلى البيوت. هذه حالة إنسانية مأساوية طارئة، وكان مؤتمر جنيف اللي كان يشارك فيها المجتمع الدولي ولكن بحضور قليل من الدول العربية لم يشاركوا معظم الدول العربية هذا المؤتمر، فلذلك كلفني رئيس الجمهورية أن أبلغ الأمين العام والمؤتمر التشاوري ليطلع عليهم إلى ظروف الصومال التي تواجهها في الزفاف، فطلبني أن أبلغكم هذه الرسالة ويطلب من الأمين العام ومن أعضاء الجامعة للوقوف مع الصومال في هذه الظرف الصعب. والجزء الثاني هو أن الصومال تحتاج أن زي ما تفضلت سيد الرئيس أن الشعب العربي يواجه أزمة غذائية حقيقية، والصومال من أحد الدول التي ممكن توفر للشعب العربي والأمن الغذائي، بحيث أن إمكانيات التي تقبل استمسار الثروة الحيوانية والسمكية والطاقة المتجددة والحيوانية كلها متوفرة. فالصومال تطلب منكم لكي نحل هذه المشكلة بحل دائم أنكم تستثمروا أو تدعموا مشاريع التنموية دائما التي تكون حل في أزمتنا الحالية الجفاف، وتكون كمان حل لأزمة الغذاء العالمي. فنناشدكم في هذا ونأتي بإجراءكم أن الصومال تنتظر منكم. وبهذه المناسبة أنا أشكر دولة الإمارات التي قدمت 30 مليون دولار لمشاركة الآن في محاربة الجفاف في الصومال، وأنا أرجو أن باقي الدول العربية القادمة في هذا الشأن أن تدفع وتساعد الصومال في هذه المأساة، والشعب الصومالي ينتظر منكم ويقدم